السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حد شاف النادي الأهلي في مباراة السوبر مع الزمالك؟ حد شاف الأهلي راح الملعب، الأهلي لعب قصاد الزمالك؟ أنا ما شفتش الأهلي. مش ده الأهلي اللي أنا أعرفه. مش ده الأهلي اللي لعب مباراتين مع بطل كينيا اللي ما بيتغلبش على أرضه، غلبه 3-0 ورد 3-0 هنا في مصر على أرضه. مش هو ده النادي الأهلي، ومش هي دي لعيبة النادي الأهلي. أنا اتعودت لعيبة النادي الأهلي تكون رجالة وبتبقى قد المسؤولية في أي لحظة وفي أي وقت وفي أي مباراة. ومش هنسى المباراة بتاعت كأس العالم لما لعبنا في السعودية وعلى أرض السعودية وما بين وسط جمهور السعودية وفوزنا 3-1. مش هنسى مش هنسى اللعيبة اللي بتلعب رجالة. ما شفتش حد امبارح، ما شفتش حد في كاس السوبر من لعيبة النادي الأهلي، لأن أنا ما شفتش النادي الأهلي أصلا إن هو بيلعب. أول مرة أشوف النادي الأهلي بيلعب إيه. ما بيلعبش من أول المباراة، نازل بيعمل إيه؟ بيدافع. أنا ما شفتش هجمة، ما شفتش حد بيلعب على كورة لقدام. كل كورة بتتلعب لورا، كل كورة بتتلعب لورا، ما فيش كورة بتتلعب لقدام. ما شفتش بيرسي تاو طاير، ما شفتش حسين الشحات طاير. انا كنت بشوف اللعيبه دي واقفه على نص الملعب. انا ما شفتش لعيبه بتلعب كره امبارح مع نادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ كان في ايه؟ هل هو من كولر وحاطط مهام للعيبه انها ما تزيدش وما تفتحش خطوط وما تلعبش على الزمالك؟ ما افتكرش ان يعني هتكون الطريقه بالطريقه دي، ويقول لك انزل العب وانت بتدافع وما تهاجمش. يعني انت بتلعب، جات لك ضربة جزاء وجبت الهدف، بتلعب كام بعد كده؟ يعني بتلعب شوط كامل، الشوط الثاني وانت بتدافع علشان تحافظ على جون. طب شخصية الاهلي فين؟ لعب الاهلي فين؟ يعني انا ما شفتش اللعيبة، ما شفت. انا قاعد بتفرج على المباراة مش شايف لعيبة النادي الاهلي اللي انا متعود عليها اللي بتلعب. انا مستغرب، هو ده النادي الاهلي؟ لو هو ده النادي الاهلي، طب دي مش روح النادي الاهلي ومش طريقة لعبه. ما بيلعبش كده. اللعيبة فين؟ امام عاشور لما كنا بنشوف ان هو بيلعب كورة كنا بنشيد بيه وبنقول امام عاشور. انما ليه مباراة 2 3 4 5 غايب عن مستواه؟ كورة في رجله، عايز يرقص وعايز يجري بالكورة ومش عايز يباصي، والكورتين اللي يقوله حتى ما عدلش علشان يشوت. لا، مش طريقة اللعب دي، مش امام عاشور ده ومش النادي الاهلي. لا، في حاجة. لعيبة النادي الاهلي حسين الشحات، بيرسي تاو. انا عايز اشوف كرة لقدام، عايز خط النص يطلع بكرة 1 2 يحرك الجناحين يمين وشمال، اشوف دخول من الجناحين لجوه. مفيش. انا لاقي لعيبة عنده نص الملعب وواقفة وسايبه استحواذ لنادي الزمالك، بيلعب الكرة من اليمين للشمال، بيعمل زي ما هو عاوز ومفيش ضغط عليهم. يا سادة، أنا ما شفتش الأهلي امبارح، ما شفتش النادي الأهلي بيقابل نادي الزمالك على كأس السوبر. أنا شفت خيال مآتة للنادي الأهلي. مش هو ده النادي الأهلي. أنا مش عارف، يعني أنت جايب تغييرات ومعاك تغييرات وعندك لاعب لسه جايبه يا دوبك اتصاب في مباراة المنتخب لما كان بيلعب معاه، وبعد كده رجع للتمرين ورجع وبقت حالته كويسة. ما استخدمتوش ليه في المباراة؟ يعني الغاز كتيرة في المباراة محطوطة، محتاجة ان كل واحدة تتاخد تتفصل على مهلها. والكلام مع كولر
مش مع حد تاني. هو اللي حطط الخطة وهو حطط اللعيبة. الكلام مع كولر. عايزين نفهم ايه اللي وصل لعيبة الاهلي للمرحلة دي. السؤال التاني، انا بالنسبة لي كنت مستني مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي في المباراة دي، ما شفتش مفاجآت. انت بتلعب مباراتين في كينيا وفي مصر بتشكيل واحد، وبتلعب المباراة الثالثة غصب عن عين اي واحد ما بيشوفش هيشوف وهيحط خطته على هذا الوضع. اللعيبة اللي لعبت المباراتين اكيد هي اللي هتنزل وهتلعب الثالثة. ده انا احط خطتي والعب على اللعب ده وابني خطتي هيبقى رد فعل ازاي في المباراة. انما لا تغيير في لعيبة ولا تغيير في تكتيك ولا في خطة اتعملت ولا في خطة اتبنت علشان تبقى المباراة لها شكل للنادي الاهلي حتى تستحوذ شوط وتسيب الشوط الثاني للفرقة اللي قصادك. ما شفتش كده. ما شفتش النادي الاهلي ان هو بيجيب جون وبيرجع يدافع الشوط الثاني علشان يحافظ على الجون. هجماتك فين؟ لعبك لقدام فين؟ خطورتك فين؟ ما شفتش خطورة انا في الشوط الثاني. ليه؟ هو ده النادي الاهلي؟ ده النادي الاهلي لو سبته من غير خطة هتديها له هينزل هيلعب هتلاقيه بيهاجم، وممكن هتلاقي فرصة واثنين وثلاثة واربعة، وممكن هتلاقي الهجمة تجيب لك جون تجيب لك 2 وما تطلعش النتيجة ب1-0 لغاية الدقيقة 70 لغاية لما الزمالك يجيب الجون التعادل. يعني اللي عايز افهمه شوط كامل بتدافع علشان تحافظ على هدف. انت بتلاعب مين؟ ده انت بتلاعب الزمالك، ما انتش بتلاعب ريال مدريد، ما انتش بتلاعب بايرن ميونخ، مش بتلاعب مانشستر سيتي. ده الزمالك بتلعبه مدافع الشوط الثاني. حتى التغييرات اللي انت عملتها يعني حاجة تخلي الدماغ تشيل. ايه يا عم في ايه؟ هتغير نص الملعب يبقى هتجدد، هتحط طاقة علشان تمسك نص الملعب علشان تلعب علشان يبقى في فرق. انما مفيش يعني بستغرب على تغيير ما عملش تغيير للعيبة ولا في الملعب ولا فرق مع النادي الاهلي ان هو يغير طريقة اللعب بتاعته. يعني منزل كوكا ايا كان على عينه وراسي، مش هتكلم في حقه حاجة، بس انت في وسط الملعب مين؟ منزل قفشة. طب منزل قفشة علشان يلعب بكرة لورا وما يلعبش كرة لقدام. اول ما نزل ما شفناش كرة اتلعبت لقدام، الكرة من ورا لورا لخط الوسط لورا تاني. ايه اللي شفناه؟ يعني وعطية، انت بتطلع عطية من وسط الملعب، اللاعب اللي هو ساند لك وسط الملعب بتطلعه. مروان عطية ما يطلعش. ده كتر خير اكرم توفيق ان هو فضل واقف على رجليه. والله العظيم الواد ده رجولة، قسما بالله العظيم الواد ده رجولة الرجولة ويستاهل الف سلامة. انما يبقى لاعب لوحده ارتكاز. ده وقع مرة واثنين والواد بيتعافى على نفسه. يعني ايه طريقة اللعب اللي كان بيلعب بيها النادي الاهلي علشان يوصل كمان لضربات الجزاء؟ يعني مباراة لا شفنا فيها النادي الاهلي ولا شفنا فيها طريقة لعب ولا روح النادي الاهلي، وكأن مباراة بتتلعب كده. انا كنت حاسس ان في فرقة غير النادي الاهلي اللي بتلعب. ليه تدي فرصة؟ قسما بالله شفت على السوشيال ميديا في صفحات وفي حاجات انا بالنسبة لي ما كنتش اتوقع انها زملكاوية.
اتفاجئت بيها بعد مباراة الزمالك انها زملكاوية، وكأنها طلعت من تحت الارض. خليته في كلام وفي ناس ابتدت تظهر وناس تطلع تحفل. هؤلاء هيحفلوا مباراة فازوها، لازم يحفلوا عليه. من اللي بنعمله احنا فيهم بصراحة، لازم يطلعوا في مباراة لازم فازوا فيها لازم يحفلوا. هنقول ايه للزمالك؟ مبروك للزمالك على الفوز، علشان الزمالك يستاهل. الزمالك يستاهل الفوز بما يرضي الله كأهلاوي، وبقولها الزمالك يستاهل الفوز. انما الاهلي شكرا، انت ما لعبتش السوبر قصاد الزمالك. السوبر الافريقي الاهلي ما كانش موجود. انما بقول للزمالك لعبت واستحقيت ان انت تفوز على النادي الاهلي وتاخد البطولة من قلبي والله، وبقولها من اللي كان باين في الملعب. انما برضه ببص على حاجة تاني، ناس طلعت تتكلم بطريقة مش هي، واحنا السبب. مش احنا لا، ده لعيبة النادي الاهلي هي اللي كانت السبب انها تخليها تطلع وتقول كلام احنا المفروض ما نقولهوش، بس بيتقال لنا ويتحفل علينا بيه. علشان لعيبة الاهلي ما كانتش رجالة في الملعب ولا كانت قد المسؤولية، علشان تيجي في هدف الزمالك يطلع واحد يعمل كده. طب هي دي ايه؟ دي ايه؟ هل في واحد في النادي الاهلي في مباراة للنادي الزمالك طلع وعملها قبل كده؟ لو طلع لاعب في النادي الاهلي وعمل نفس العلامة دي، هل هيتسكت عليه؟ ولا هياخد 30 مباراة ايقاف؟ ولا يمكن يتشطب خالص؟ عادي، ما احنا متعودين ان احنا القوانين اساسا بتتحط بالمزاج زي ما حصل مع كهرباء، وقوانين تاني ما نعرفش عنها حاجة، ولا جزاءات لناس ما نعرفش برضو عنها حاجة. ايه اللي حصل فيه؟ النادي الاهلي ككيان احنا معاه، انما كلاعيبة احنا مش معاه، ولا اللي حصل في مباراة السوبر. بس بنقول حاجة واحدة، انتوا خليتوا ناس طلعت امبارح، يعني اول مرة اشوف زملكاوية كانت تطلع تحيي في النادي الاهلي وتقول اللي هي عايزاه، واول مرة اشوفها امبارح. فرق السما من الارض، طالعة كأنها عملت الانجاز. حقها ان هي تفرح، مش هنقول لا، حقها ان هي تفرح، مفيش مشاكل في كده. بس المشكلة الاساسية ان الاهلاوية اللي بيتفرجوا عليهم هم اللي عاملين لهم مشاهدات، وهم اللي عاملين لهم سعر وقيمة. هم اللي عاملين لهم مشاهدات وعاملين لهم سعر وقيمة. ما انا مش هقدر احكم على الاهلاوية اقول لهم ما تتفرجوش على الناس بتاعت الزمالك. بس يكفي لهذا الوقت اللي حصل الفترة اللي فاتت، يا ريت ما تكررش تاني. يا ريت نقطة ونعلم ونشوف الناس الاهلاوية فعلا اللي احنا نعمل لها متابعة، اللي احنا نكون معاها. يا ريت الصفحات بتاعت الزمالك دي اللي هي بتاخد من جمهور الاهلي ده، انت لما بتطلع حاجة كزملكاوي وفيها غلط والاهلاوية بيخشوا يعلقوا عليك، او ان هم يقولوا لك كومنت باغضبني ولا افرحني ولا ايا كان، بيعلوا الصفحة بتاعتك. يا ريت الاهلاوية يفوق، يا ريت كفاية. يا ريت نتعلم الفترة اللي فاتت ايه اللي حصل فيها، وكفاية. خلينا كأهلاوية في مصلحة النادي وفي مصلحة الكيان احنا نصوب اللعيبة بتاعتنا وملناش دعوة بغيرنا. انما كلاعيبة النادي الاهلي اللي دخلت المباراة دي، انا حاسس ان لاعيبة الاهلي كانت نايمة مغناطيسيا. مش دي لاعيبة النادي الاهلي،
مش المرجلة اللي في الملعب. المباراة انتهت وراحت لحالها، وقدر الله وما شاء فعل، والحمد لله بطولة راحت، وفي بطولات غيرها هتيجي، لأن ده النادي الأهلي، وإحنا متعودين دايما على الانتصارات، لأنه كيان لا يعرف غير الانتصار. تحياتي لكل مشاهدين. السلام عليكم.